سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا خلق الانسان كده ضعيف قدام كل حاجه، بيخاف من دور السخونيه والحمى زي ما بيخاف من الزلزال، بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زي ما بيخاف من الاسد. ليه؟ ضعيف قدام كل حاجه، من اصغر حاجه لاكبر حاجه. ليه؟ عشان يقول له تعالى لي وقف على بابي وقول لي انك محتاج لي، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بقوتي مش بضعفك، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بغنايه مش بفقرك، تعالي لي وانا خليك تواجه الحياه بقدرتي مش بعجزك، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بعلمي مش بجهلك. يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمه ربنا من بيها علينا في حياتنا. عارفين ليه؟ ربنا خلقنا ضعاف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء، ضعاف في كل وقت عشان نقول له يا رب في كل وقت. خلق كل ذره فيك محتاجها له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف، كل ذره في جسمك يبقى ليها لسان يهتف ويقول يا رب. خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجه فقيره مفيش فيها اي حاجه، لا حته ذهب ولا شجره، طين. واعجز حاجه ما هياش حاجه، ما هيش صخره ما هيش جبل، طين. خلقنا من حته الطين ليه؟ عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. ليه؟ طب ما ربنا يصلح لك الحاجات الشديده ويسيب لك السهل تبقى انت تصلحه. يا رب انا ما اقدرش اصلح حاجه، انا يا رب عاجز امام كل حاجه، انا يا رب ما اقدرش اشيل 1000 كيلو واقدر اشيل 5 كيلو، انا ما اقدرش اشيل حاجه، انا عاجز تماما. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. عارفين الدعاء ده يا جماعه يعني ايه؟ يعني يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء. امبارح صاحي من النوم فتحتنا ناس بيشغلوا قرآن، صحيت من النوم على قول الله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حسيت يا جماعه بنور والله العظيم، نور ان كلام ربنا ده نور. انا صاحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى. يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء اصلح لي شأني كله، اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء. عرفت ان ربنا هو اللي بايده كل حاجه سبحانه وتعالى. يا من تقدير يا رب. عايزين نعرف قد ايه عظمه قدره ربنا، قد ايه عظمه خلق ربنا. يعني ايه الخلق يا اخوانا؟ خلق الله ده من الحاجات الرهيبه. ربنا يا اخوانا خلق. يعني ايه خلق يعني ما كانش في حاجه اسمها ايد ولا كبد ولا اعصاب ولا مخ ولا مجره ولا شمس ولا قمر ولا زهره ولا فراشه ولا شجره، كانوا عدم وهو اللي جابهم. ولما خلق كل شيء. يعني ايه؟ يعني يبقى ربنا خلق ولما خلق كل شيء. يعني ايه؟ يعني ربنا ما فيش نموذج من نماذج الخلق استعصى عليه انه يخلقه. ربنا نفس الاجهزه اللي خلقها في الفيل خلقها في البكتيريا، الميكروب وحيد الخليه، قادر سبحانه وتعالى. واما خلق كل حاجه من غير مثال سابق. يعني ربنا ما شافش حاجه قبل البني ادم خلق بيها البني ادم، لا. البني ادم ما اخترعش الرادار غير لما شاف الخفاش، ما اخترعش المصباح غير لما شاف الشمس، ما اخترعش الطياره غير لما شاف الطير. انما ربنا سبحانه وتعالى برأك كده زي ما انت من غير ما يكون لك مثال سابق. ولما خلق كل حاجه كده زي ما هي من اولها. يعني ايه؟ يعني قارن ما بين عربيه موديل 60 وعربيه موديل 2008. يا نهار ابيض، دي مش حاجه بالنسبه لدي. انما ربنا الانسان بيطور نفسه، انما ربنا من اولها خلقك كده. من اول مره خلق الاسد كده، من اول مره خلق الطاووس كده، من اول مره خلق الفراش كده سبحانه وتعالى. ملك جليل. ولما خلق ما حد ساعده في الخلق. يعني ايه؟ يعني في بلاد دول تجيبها بالعربيه في نص ساعه والملك معاه وزراء ومستشارين ومجلس شعب ومجلس شورى. انما ربنا خلق 20,000 نوع سمك اللي في ملكوت البحر لوحده، وخلق 9,000 نوع طير اللي في ملكوت الجو لوحده، وخلق 3,000 نوع حيوان اللي في معجزه الغابات لوحده سبحانه وتعالى. واما خلق جدد معجزه الخلق كل مره. يعني كان ممكن ربنا يخلق الشجر زمان ويفضل الشجر ليوم القيامه، خلاص السمك في البحر اليوم، لا، ده كل يوم شجر بيموت وشجر بيحيا، مليون زهره جديده بتطلع، مليون فراشه جديده بتتولد، مليون جنين جديد بيتكون، مليون نجم جديد بيتولد. ليه؟ عشان يقول لك شوف اهو، شوف قدام عينك معجزه الخلق وهي بتتفتح قدام عينك عشان تعرف قدرتي قد ايه. دلوقتي يقول لك النحات العظيم فلان، المثال العظيم فلان. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ لانه عارف ينحت طير من صخر والطير عامل كده مثلا يعني. بس
عشان مخلوق واحد في صورة واحدة في شكل واحد ما بتتغيرش يبقى المثال العظيم. امال بقى لو نحت صورة طير، تخيل بقى صورة الطير وهو بيرفرف، وصورة الطير واقف على غصن شجرة بيبص في السماء ومنظره آية من الإعجاز، وصورة الطير وهو لسه مولود وفتح بقه وامه بتطعمه وهو بيقول يا رزاق يا الله، بيستغيث بالله مش بامه، وصورة الطير وهو واقف على المية ويقوم نازل خاطف السمكة وطالع تاني في ضبط اتزان وضبط اتجاه رهيب رهيب، وصورة الطير وهو صف جناحه وبيطير في الهواء، وصورة الطير تخيلوا بقى امال الملك العظيم الخالق العظيم ده غير مليون صورة وصورة جوه جسم الطير وجوه كل عضو وجوه كل نقطة من نقاط دمه. ربنا الخالق العظيم يا جماعة قد ايه عظمة خلق الله يا اخوانا. الارض دي الكون ده عامل زي كتاب كبير مليان كل كلمة فيه معجزة من المعجزات، معجزة من المعجزات اللي ربنا خلقها، والكرة الارضية بكل الايات اللي فيها سطر واحد في المجلد الكبير ده، بل ما تجيش سطر واحد في المجلد الكبير ده. يا من انت عظيم يا رب، يا من انت عظيم يا رب. عظمة خلق الله، عظمة خلق الملك، عظمة هيمنة الله. يعني ايه عظمة هيمنة الله؟ ايه مصطلح عظمه هيمنه الله يا جماعه؟ ربنا ما فيش ذره في الكون خرجت عن حكمه. لو دبانه واحده خرجت عن حكم الله الارض كلها تبوظ. ازاي يعني دبانه؟ الدبانه ممكن تضع الوف مؤلفه من البيض، لو كلها عاشت وكل دبانه طلعت وضعت الوف مؤلفه تانية في خلال اسابيع وعاشت، في خلال فتره الارض كلها تتملى دبان تبوظ. لو سمكه واحده خرجت عن هيمنه الله الارض تبوظ. مفيش ذره في ملكوته خرجت عن حكمه سبحانه وتعالى. الراجل اللي لما جه يموت من خوفه من معصيه قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم اسحقوني ثم ذروني جزء في البر جزء في البحر. فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع فيه. ده الراجل ده كان بقى ذرات، يعني كل ذره كانت تحت سيطره الله وهيمنه الله، كله اتجمع وكل ذره خدت المكان بتاعها في الكبد والكلى والعين والرجل والضفر والقلب والرأس. سبحان الملك الجليل، سبحان الله. الارض دي يا اخوانا قاعده تلف حوالين نفسها، عامله زي سفينه في بحر قاعده تلف 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 بسرعه رهيبه رهيبه، وحواليها كواكب عدد لا يحصى بتلف في البحر. مين اللي مسيطر على الكون كده؟ لما بشوف منظر الشروق والغروب اقول يا رب يا رب، ده الشروق والغروب ده بيفكرنا انك مسيطر على حركه الشمس والقمر والارض والكون بالثانيه بالثانيه. يا رب يا رب ايه الهيمنه دي يا رب؟ ايه العظمه دي يا رب؟ ايه الجلال ده يا رب؟ يا جلال الله، يا جلال الله، يا قدرة الله. ايه الجلال ده يا ملك يا عظيم؟ ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه الشرف اللي احنا فيه الوقت ده؟ ان احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم عنه وبنسمع عنه، ده باذن منه والله العظيم. اللهم لك الحمد. شوفوا ربنا كريم قد ايه، شوفوا ربنا لطيف قد ايه ورحيم قد ايه سبحانه وتعالى. عايزين ما نبقاش اقزام يا اخوانا، ما نبقاش اقزام. لحد امتى؟ لحد امتى قلوبنا هتفضل خارج نطاق الخدمه؟ لحد امتى؟ انتوا عارفين لما يكون المحمول خارج نطاق الخدمه فلو حد بعت لك رساله ما توصلش ليه؟ خارج نطاق الخدمه، ما توصلش غير لما يدخل في الخدمه. اهو كذلك انت قلبك خارج نطاق الخدمه مش هيوصل له رسائل ولا عطاءات ولا فتوحات. لما تيجي بقى وتقول له انا خدام عندك يا رب، انا داخل الخدمه، انا خدام لدينك، انا هخدمك في الدجى والثلث الاخير بالعباده، انا هخدمك بالعباده والطاعات والذكر، لساني هيخدمك بالذكر وجوارحي هتخدمك بالطاعه، هخدمك في كل لحظه من عمري يا رب، هخدم دينك بكل طاقتي يا رب. بقيت داخل نطاق الخدمه، استقبل الرسائل، استقبل العطاءات، استقبل الفتوحات. احنا يا اخوانا بنقول عايزين نوصل لربنا، في ناس تانية بتقول عايزين نوصل للدنيا، امنية عمرنا نوصل للشهادة، نوصل للفلوس، نوصل للكرسي، نوصل للمركز. احنا عايزين نوصل لربنا، احنا مالناش دعوه بقى بالقلوب دي، احنا عايزين قلوبنا تبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، تبقى بتاعت الملك الجليل لوحده سبحانه وتعالى. انا عايز اكلمك عن عظمه حساب الله. يعني ايه عظمه حساب الله؟ عظمه انك تقف تتحاسب بين ايديه. انت مستهين بيها ولا ايه؟ احنا يا اخوانا مش عايزين نستهين بالقضيه ابدا، الموضوع اخطر مما نتخيل والله. مش عايزين حد يسبقنا ربنا. انا بقول لكم الكلام ده، انا مش يعني الواحد لما يجي يولع نار مش عايز يتعمل عليه فنجان قهوه، عايز يولع نار عشان الدنيا تتقلب. احنا عايزين نتقلب، عايزين نتقلب.